حبايبي انا طلعته من تحت الشوايه. انا كنت مولعه الشوايه بس خد الوش الجميل ده، بسم الله ما شاء الله. مين يصدق ان صينيه الرز دي معموله على البوتاجاز من فوق، يا دوبك بس 10 دقايق بس على الشوايه. بصوا جميل معانا ومستوي جميل، بسم الله ما شاء الله. ومفلفل اهو، فلفل وزي الفل ازاي، شايفه؟ بسم الله ما شاء الله. مفلفل وزي الفل معانا اهو، مستوي زي الفل معانا. كل ده على البوتاجاز من فوق. هو عامل طبقه اهو معانا اهو، اهي شوف الطبقه، شايف الطبقه جميله ازاي معانا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ احنا النهارده ان شاء الله من مطبخ منا هنعمل الرز المعمر على البوتاجاز من فوق. اول مره، فكره حلوه وجميله وسهله، وهنتعلم نعملها على البوتاجاز من فوق. اول حاجه كده هنمسك الرز وهو ناشف من غير غسيل في الصينيه او في البرامه اللي احنا هنعمل فيها الطاجن، او الصينيه اللي احنا هنعمل فيها. بس هو طالما على البوتاجاز من فوق بيكون على الصينيه، فانت هتملي الصينيه كده وتحط صبعك كده، هتبقى حوالي عقله وربع، عقله وربع كده. دي ملوه الصينيه اللي انت هتعملي فيها، سواء بقى كانت كميه الرز صينيه اكبر صينيه اقل، هي هتحط الصبع كده هتلاقيه كده ايه، عقله يا دوبك، العقله عقله وربع كده، او عقله بس، وهو ناشف كده من غير غسيل. بعد كده بقى هنفضيه ونغسله ونشوف هنعمل ايه مع بعض. هنا يا حبايبي غسلت الرز وحطيت هنا حوالي ربع معلقه زيت ذره، وممكن معاه حته سمنه برضه. وهننزل بقى بالرز كده، نسمي بسم الله. هنشوح الرز كده شويه الاول، شفتوا لما غسلنا الرز زاد معانا ازاي. بمناسبة غسيل الرز، بما ان احنا النهارده الحلقة بتاعتنا على الرز بس، فهنتكلم برضو على شوية حاجات كده على الرز. عارفين مية غسيل الرز اللي هو اول فم في الغسيل؟ دي المية دي بتبقى ممتازة جدا، احسن مسك للبشرة والشعر. وجربيها كده بعد ما تغسلي الرز، المية بتاعت اول فم خديها اغسلي كده منها وشك، وبعد شوية هتلاحظي الفرق في الملمس للبشرة، وفي لون البشرة كمان. وتحط مثلا المية في التلاجة لتاني يوم، تغسلي منها كمان مرة تاني يوم. جربوها كده. كده بقى احنا هنشوح الرز اهو معانا، هندي تشويحة كده. الطريقة دي لو عملت بها الرز هتبقى سهلة جدا، مش هيبقى الرز بتاعك كل اللي بتعمليه بنفس الطريقة دي. هنا يا حبايبي شوحنا الرز اهو معانا عشان يبقى مفلفل وما يعجنش منك، حتى لو اللبن زاد شويه والميه ما يعجنش كده منك خالص. اجي بقى احط كميه ملح، معلقه ملح اهي، قلبيها كويس. ما تكتريش ملح لان اللبن بطبيعته بيبقى مالح شويه، احنا هنكتر له طبعا كميه اللبن كده. بسم الله ما شاء الله اتشوح وحطينا الملح بتاعه. هنبدا بقى كده ننزل عليه بالراحه باللبن، اللبن الحليب المغلي، اللبن ده مغلي. بسم الله. كمية حلوة كده من الحليب، يبدأ يظهر معاكي كده على الوش الحليب. وبعدين بقى تكملي بقى بالباقي مية، لازم تحطي مية. تسيبيه بقى يغلي وياخد راحته خالص، وما تغطيهوش عشان ما يفرش معاكي. وطبعا لو فار غلط هينزل الدسم بتاع اللبن ومش هيعمل وش معانا. انت بقى تسيبيه كده، تسوي الوش بتاعك كده، مش تبقاش ناحية عالية وناحية واطية. هتسويه خالص كده على نار عالية اهو، هيبدأ يغلي معانا اهو. خلي بالك بقى ما تخلوش يعني يسيح جامد من هنا، عشان لما يغلي ما يفرش منك، تبقى ايدك فيه على طول كده تقلبيه. هتسيبيه كده بس وتبقى متابعاه، هيغلي معاكي وهنشوفه مع بعض هيبقى شكله ايه. شايفين يا حبايبي كده الرز معانا اهو،
بيغلي وهيعمل وش ازاي، شايفين؟ ما هديت النار بقى شويه وعمل وش زي ما انتم شايفين اهو. احنا بقى هنحط عليه شويه قشطه دلوقتي، نحط عليه معلقتين سمنه ونوريكم بعد كده هنعمل ايه. هنا يا حبايبي هننزل بشويه القشطه دول كده على الوش اهو، هننزل بشويه القشطه كده. هو كده الرز استوى، فاحنا بقى هنولع الشوايه بس ونحطه تحت الشوايه ونشوف بعد كده هيطلع شكله ايه. هنا يا حبايبي انا طلعته من تحت الشوايه، انا كنت مولعه الشوايه بس خد الوش الجميل ده، بسم الله ما شاء الله. مين يصدق ان صينيه الرز دي معموله على البوتاجاز من فوق، يا دوبك بس 10 دقايق بس على الشوايه. بصوا جميل معانا ومستوي جميل، بسم الله ما شاء الله. ومفلفل اهو، فلفل وزي الفل ازاي، شايفه؟ بسم الله ما شاء الله، مفلفل وزي الفل معانا اهو، مستوي زي الفل معانا. كل ده على البوتاجاز من فوق اهو. عامل طبقه اهو معانا اهو اهي، شوف الطبقه، شايف الطبقه جميله ازاي معانا. انا عايزاكم تجربوه وتعملوا اشتراك في القناه، وكل سنه وانتم طيبين.